صبح 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 صباح قشطة وعسل نحل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفل، صباح العسل، صباح الطيور الغالية يا ناس، صباح الطيور اللي مفيش حد بيشتري طيور. أنا عن نفسي بروح أسأل على الطيور بطير من هنا، بجري جري جري. سعر الدكر 90 جنيه. يا خراشي يا خراشي، أروح فين واجي منين؟ أنا بس بخش على السوق اصور واجري. بصور ايه؟ ده بيجروا ورانا، ده الحلقه دي فيها ما حدش يقدر يصور. ده اللي لقيت واحده ست كده غلبانه قاعده كده، قلت ايه ممكن يا حاجه اصور؟ قالت لي ليه يا اختي هتصوري؟ ليه يا حبيبتي؟ كان حد قال لك حاجه ولا ايه؟ تصوري ليه؟ جرينا يا دوبك خدت اللقطه دي قبل ما كانت تلتفت وجريت من السوق. انتوا عارفين الحلقه دي ما حدش بيعرف يصور فيها، الناس بتخاف، مش عارفه ليه. مش عارفه ليه الناس بتخاف. قلت اما اخد لقطه كده واجري على البيت على طول بدل ما يجروا ورايا. اعمل ايه بقى؟ هيزقلونا بالطوب. انت يا ام حوده تعالي في البيت هنا، بكرامتك احسن، بدل ما تتحدفي بالطوب والطوبه تفتح قرنك، انت مش ناقصه. يا حبايب قلبي، يا صباح الورد، صباح العسل، صباح اجمل صباح على عيون احلى واجمل اخوات في الدنيا. روحوا تتهنوا وتنسعدوا وتشوفوا الهنا اللي محدش شاف. بحبكم في الله، ربي يخليكم ليا. وتتهنوا وتنسعدوا كل حبايبي اللي بيدعموني، كل حبايبي اللي بيتفرجوا لي على الفيديوهات، اللي بيتفرجوا لي على الاعلانات، اللي بيتفرجوا، اللي بيعملوا لي كومنتات كتيره كده. بحبكم بحبكم بحبكم، يا احلى حاجه حصلت لي في حياتي. روح الهي ينجبر بخاطركم ويجعل لكم في كل خطوه سلام. تعملي ايه يا ام حوده؟ كنا لقينا الشمسه كده الساعه بعد ما جينا من السوق، لقينا الشمسه كده عسل ودافيه في قلب البلكونه. رحنا جايين شادين الستاير كده عشان حبه الشمس دول يجوا. وبتعملي ايه تاني يا ام حوده؟ جبنا طبق فول بالطحينه بقى والزيت، لا طحينه لا، بالطحينه والزيت على فكره جاهز، يعني مش عاملينه بره، واحنا جايبينه بقى واحنا جايين. طبق فول كده بس ايه، عصرنا عليه ليمونه بس وجبنا الطعميه. طب بقول له فين الطعميه اللي كانت قد كده؟ يا نهار اتحسرت لما شفت الطعميه دي عينات عينات. وانا طبعا الكلام ده ما يمشيش معايا، ما يمشيش مع ام حوده. الطعميه اللي زي البريزه دي، عارفين البريزه بتاعت زمان؟ مين اللي فاكرها؟ مين اللي فاكرها؟ بتاعت زمان دي ما تمشيش معايا عن نفسي خالص. وقال لنا شويه بطاطس وعملنا الفلفل الحار ده، بس ابو حوده المفتري هو اللي قالاه. طبعا جايب لنا ايه؟ برميل نشرب فيه. طبعا ما انت هتضرب بقى فول، حد بقى هيبقى تقولي لمين يا ام حوده؟ مين اللي هيضرب فول؟ انتي ده انت مالكيش حل. حبايب قلبي حبايب قلبي حبايبي حبايبي حبايبي، والله يا رب يخليكم ليا. لو قعدت اشكر فيكم من هنا روح الهي يا ربي. يعني بحق الجمعة، احنا النهاردة الجمعة على فكرة، والفيديو ده هتشوفوه بكرة، يعني هتشوفوه السبت. بحق ليلة الجمعة المفترجة كل من السبب في فرحة أم حودة، إلهي تشوفوا الفرح اللي في الدنيا كلها، وتشوفوا الهنا اللي في الدنيا كله، وما تتحرموش من ولادكم، ما تتحرموش من صحتكم، ما تتحرموش من حبايبكم. في كل من سبب الفرحة لأم حودة، بتعليق، بكومنت، بدعم، بحبكم بودكم ليا. ربنا يخليكم ليا، يا سبب فرحتي وسبب سعادتي. شوفوا ابو حوده المفتري عشان تكونوا ايه، شاهدين عليه. قعدت بقى ايه، جبنه بقى، حته جبنه مخلله، حته جبنه قديمه، وحته جبنه بيضه. لما رحنا لاختي اللي في بوردين، ام ابراهيم ادتنا بقى حتتين جبنه كده من دي ومن دي. طبعا بقلبهم على بعض كده بيبقوا ايه، عسل 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 كده، حاجه كده اخر قلاب. دي الافوينه بتاعت محمد. لو ما كانش في اي اكله ياكل قرن فلفل شطه اخضر او مقلي كده ما ياكلش. على فكره انا مش عارفه ايه العاده دي، انا إن كان عليه اشم الريحه بس افضل اعطس وانيل بنيله والدنيا ايه تبوظ معايا خالص. بس سبحان الله مني واخد عليه منصور. قلت له خد بقى وهات لي البطاطس دي، عشان انا بحب البطاطس بتاعتي لما تكون مقليه، وبالذات لما تكون ايه قليه. يعني قصدي قليه ايه، يعني ما اكونش مهروسه، يعني بحبها لما تكون متحمره في الزيت. قعدنا نفطر بقى في الشموسه العسل دي بعد ما جينا انضربت. كنا هننضرب في السوق، كنا هننضرب بالخياره بقى. وقعدت اقول الله طعمها حلو قوي، الله 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 عليك يا ام حوده، يا عسل انت يا عسل. النبي يا بنتي يا ام حوده انت عسل يا بنت والله. ايه يا ابو حوده في ايه؟ مش عاجبك كلامي ولا ايه يا ابو حوده؟ ليه كده يا ابو حوده على الصبح كده؟ ليه كده؟ يقول لك انا جايب لك خيار وجايب لك خس. انا بقى بحب الخس كده لما يكون مزربعطه كده من جوه، اروح جاي قطعاها وخاضه الحته اللي في النص، واروح جايه واكلاها بقى. الله 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 بقى. مفيش ايه. هتجيب ايه يا ام حوده؟ استني الحاجه تقع عليك. في ايه هنا؟ وريني كده. الخس اللي هو الصغير بتاعه ده بيحبه على فكرة، اللي هو اسمها الوز. احنا بنسمي يعني الولدة بتاعة الخس بنسميها الوز. صحة وهنا يا قلبي، صحة وهنا يا بنتي يا ام حودة. يا بنت هاتي بوسة، يا بنت هاتي بوسة، ما قلتلكيش من زمان هاتي بوسة.
هاتي بوسه يا بت تريريت تريريت، هاتي حته يا بت، ايوه كده يغني وفرفشي كده ينعن ابو الهم. خلصنا افطار حبايب قلبي كده. بتمنى ان انتم ما تزهقوش مني من الفيديوهات. ربنا يعزكم ويخليكم ليا يا رب، ودايما سند لظهري. بتمنى ان انتم ما تزهقوش مني في الفيديو. شوفوا المواعين كانت قد ايه. اه هي يعني ما عملتش المواعين دي بقى بتاعت الفيديو اللي فات. ساعة ما كنت سويت اللحمة بره، يا نهار البتاع وقعت. لا هي بايظه اصلا، بس انا كنت بعملها عشان كانت بتخر نص الميه، فانا قلت اما اجمدها كده. عشان الوزه دي اسمها ايه، هو اسمه الخلاط بس اللي بيقولوا الفوق دي وزه. مش عارفه وزه ليه يعني بيقولوا عليها كده. فما تزهقوش من فيديوهات يا حبايب قلبي، والله العظيم انا بحاول انوع لكم واغير لكم قدر الامكان. يعني عشان ما تزهقوش مني، بس ربنا يخليكم ويسعدكم يا رب، وتفضلوا دعم وسند ليا لغاية ما نحقق كل اللي احنا بنتمناه ان شاء الله، بدعم يعني بفضل رب العالمين، ثم بدعمكم وفضلكم علي. والله ما هنسى ابدا طول عمري، حتى لو يعني لنا نصيب في القناة ملناش نصيب في القناة، انا هفضل يعني دعمكم ده وحبكم ليا كفاية حبكم في التعليقات. والله العظيم انا بطلع حوالي، بصوا لما بشوف التعليقات كده ببقى عايزة يعني حوالي طايرة مش عارفه اقول لكم ايه، بس ببقى حاسه ان انا عايزه امسك السما بايدي كده، عايزه ابقى طايره فوق كده في السحاب. ببقى مبسوطه جدا جدا والله. ربنا يخليكم ليا دايما سبب سعادتي وسبب هنايا. ربنا يسبب لكم دايما اللي يفرحكم ويسعدكم يا رب. بحبكم في الله. شوفوا إيه، يعني المواعين كانت كتيرة جدا جدا فعلا، يعني كانت مرتين على بعض. وقلت لا ما حدش يخليهم مرتين كده، الصبح ان شاء الله نغسلهم ونعملهم بقى ايه روتين كده تكملة الفيديو، عشان ما حدش يزهق مني. طبعا انا محمود بقى ايه كنت بقعده فوق المطبخ من فوق عشان يعرف يجيبني بالعافية. دلوقتي بقى إيه الحتة وسعت لما شلت المطبخ، وهو واقف بعيد شوية كده، بس جايبني يعني مرتاحة. كنت الاول احط راسي تحت المطبقية وافضل موطيه كده تحت المطبقيه ما فيش منفص يعني عشان اخلص. بس الحمد لله يعني ايه الحته وسعت شويه. محمود عاد بيقف بعيد شويه ويجيبني. الحمد لله نحمد الله ونشكر فضله على كل شيء. بحبك يا ربي، بحبك قوي جدا جدا والله العظيم. بحبك يا ربنا عشان انت بعت لي ناس اصيله، ناس محترمه، ناس اصله، ناس تتحط على الجرح يطيب. قلت اما اغسل الصينيه الكبيره دي بقى عشان الم فيها احط عليها المواعين، اكفيهم كده يصفوا ميتهم، وبعدين بقى اللي هلاقيه يتحط الدولاب المطبخ بره احطه، واللي يتصفى على المطبقيه. وبعدين يعني حبه هنا وحبه هنا لغايه ما ربنا يكرمني ان شاء الله، واجيب مطبخ صغير كده على قدي احطه والم فيه كل حاجه في المطبخ، لاني بغسل واطلع وبعدين اجي مطبخ اجيب واجيب. عشان كده رحت جايبه ان شاء الله الشعله من بره كده يبقى جنب الحاجه كلها مع بعضها. دي الحله بقى اللي كانت ايه مطرحها اللحمه الراس. والله العظيم كانت عسل عسل كده. ده انا هجيبها كل مره كده. ده كانت طعمها سكر معسله. الحمد لله يا رب بتحللنا لقمتنا وبتحللنا زادنا، حتى لو كانت اللقمه بسيطه. الف حمد والف شكر. انا ما بحبش اطبخ طبيعي في المواعين الالمونيا دي يا جماعه. انا كانت اختي جايبالي الطقم اللي انا بطبخ فيه دلوقتي، وكانت جايبهولي اول ما فتحت القناه، كانت مديهولي بتقول لي اعملي فيه واشتغلي عليه. يعني كانت مديهولي هديه. طبعا الدهون اللي كانت في الحله دي ما كانتش تنفع غير بشويه ميه سخنين غليتهم كده في الكتل، ورحت جايه عشان الدهون دي تطلع بسيط. وخد عندك وحك وخد عندك وحك وخد عندك، بس وقفت دراعي بصراحه ربنا، وقفت دراعي. لان الالمونيا دي عايزه ميه. قطعت يا ام حوضه، خلاص الميه باظت. اه يلا يا حبه كده وحبه كده اهو. بصوا الحله عامله ازاي، ما شاء الله يعني. لازما الألمونيا دي لازما تلمع. حط بقى شوية كده. يلا قطعت مية، قطعت الحمد لله. يعني بصوا لما انا عشان اغسل المواعين دي بقوم بدري بدري جدا. عشان ايه؟ طبعا على ما غسلت المواعين كانت الارضية دي كلها مية، وكفيت المواعين وهو على كنا رتبنا بقى مواعيننا وحاجتنا، ومسكنا الارضيه بقى نشفناها لان كانت فيها ميه رهيبه. والله العظيم اتكهربت اكتر من كذا مره، وبالذات من البوتاجاز. يعني الحمد لله ونضفنا البوتاجاز بتاعنا ونشفنا الدنيا وروقنا المطبخ اهو، وخلانا قشطه 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 وعسل نحل زي يومكم النهارده بالظبط. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.